دي يلا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اللي ما يعرفنيش، انا اسمي محمد علي، شهرتي كابتن عزه، عندي 23 سنه في مجال التدريب من وانا عندي 18 سنه، فاتح جيم من وانا عندي 19 سنه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش، توفيق ربنا، حاجه كنت بحبها سعيد فيها. بدات بجيم بلدي، بدات بشريك، واحده واحده طورت مجالي، واحده واحده طورت جيمي. دلوقتي الحمد لله واصل لمستوى حلو قوي في سن، يعني الناس اللي في سني لسه بتدرس، لسه في الجامعات. ليه بقول لك كده؟ بقول لك كده علشان بشوف شباب كتير بتجيلي الجيم، شباب مخلصه، منهم اللي مخلص هندسه ومنهم اللي مخلص كليات في القمه، بيجي مش عارف هو يبدا منين ولا عارف هو يشتغل ازاي. انا الحمد لله في بدايه حياتي، مش هقول لك سبت تعليمي ومش سبت تعليمي والقصه الحمضانه. انا في الاول اصلا ما كنتش عايز اتعلم، كنت متجه لمجال معين، شايف حاجه معينه، بس حاولت ان انا اطور من المجال اللي انا بحبه، اخد فيه كورسات، خدت فيه شهادات. دلوقتي معايا كارنيه النقابه، الاتحاد المصري لكمال الاجسام، ومن نقابه المهن الرياضيه، مدرب معتمد. تهيألي مش كتير بياخدوها، بس اللي حابب اقوله لك ان انا من 6-7 شهور بالظبط، الكلام ده بجد والله، كنت انا ماشي وبفكر اللي هو يعني من الاول قبل 6 شهور كنت دايما بشوف الجيمات العاليه، الجيمات اللي شكلها حلو، بقول واو، يعني عايز ابقى اعمل جيم زي ده، عايز اوصل اخلي الجيم بتاعي بالشكل ده. الحمد لله وصلت الجيم بتاعي للشكل ده واحسن من الشكل ده. بعدين شفت السوشيال ميديا، لقيت السوشيال ميديا هي اللي بتكبر، لقيت اي حد على السوشيال ميديا هو اللي بيتنقل في مكان تاني. من 6 شهور بالظبط او من 7 شهور بالظبط انا فاكر وانا ماشي كنت بقول هو انا ممكن اوصل فعلا ل100,000 متابع؟ فعلا ممكن يكون 100,000 واحد متابعينك؟ حسيت الموضوع صعب، بدأت احسبها لو جالي مثلا 200 او 100 متابع في اليوم، 3000 في الشهر، برضه هفضل اشتغل طول السنة مش هجيب 100,000 متابع. رقم كبير جدا جدا جدا، كنتش متخيل ان انا ممكن اوصل للمكان اللي انا فيه. الحمد لله النهارده بعد 6 شهور داخل على 300,000 متابع على جميع المنصات، رقم كبير جدا كنتش اتخيله. فالحكمه في الكلام ان ساعات انت بتكون حاسبها بشكل وربنا حاسبها لك بشكل تاني. كل اللي انا عايز اقوله اخواتي الشباب او البنات اللي بتسعى بتحاول توصل لاي حاجه ما تحسبهاش، كل حاجه في البدايات بتكون صعبه. انا فضلت اعمل ازيد من 6 شهور، ازيد من 3-4 شهور فيديوهات، الفيديو بيجيب 1000، بيجيب 500، بيجيب 2000، فجاه بوم تلاقي فيديو جاب مليون، فيديو جاب 2 مليون، تلاقي ناس شافتك، اللي عمل لك فولو، اللي تابعك. فمعنى الكلام لو عايز توصل لحاجه ما انتش شايف نتيجه في الاول، اسعى، اشتغل. الاستمراريه هي اللي بتوصلك، الاستمراريه هي اللي هتوصلك للطريق الصح. بقالي ازيد من سنه شغال على السوشيال ميديا بدون اي مقابل، يعني دلوقتي بدأ الدنيا تتحرك وبدأ يخش عائد مادي، بس
ده ما جاش من كده، ما جاش عشان كنت انا بدور على الفلوس، لا ما كنتش بدور على الفلوس خالص، لا ده كان بيجي عشان كنت بدور على نجاح، عايز انجح على السوشيال ميديا، عايز انجح على ارض الواقع، عايز انجح في كل مكان. نصيحة لكل اخ واخت بيحاول ينجح، ما تبصش لاي نتيجة في البدايات، وهتوصل للي انت عايزه. سلام.